مساء الخير. اهلا بكم في حلقة جديدة من بديل ثيرابي. يعني انا الصراحة الفيديوهات دي ببقى قاصد ان هي تبقى رو جدا، تبقى من غير اديتنج قوي جامد يعني، ومن غير اي افكتس ومن غير اي حاجة، عشان دي بتبقى حاجات انا بتبقى جوايا عايز اطلعها من غير اي شو يعني الفيديوهات دي بتبقى بالنسبه لي زي اوتلت كده، اللي هو من اسمها بديل ثيرابي. انا شخص بطبيعتي وركهوليك جدا 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 يعني، ومامتي وبابايا الاتنين وركهوليكس جدا. احنا ما بنقدرش نفضل قاعدين كده. وانا يعني المشكله دي كانت عندي من زمان، من وانا في مصر. طول ما السنه الدراسيه شغاله فانا حالتي النفسيه كويسه، حتى لو انا كنت بعاني في الدراسه دي، ان انا ورايا مذاكره كتير، ورايا مشاريع مش عارف ايه. المعاناه دي بالنسبه لي اريح لدماغي عن المعاناه بتاعت اللي بتحصل لما ببقى فاضي في الاجازه. بالذات ان انا زي ما قلت قبل كده مش شخص سوشيبل قوي، فانا عادي كنت بقابل صحابي يعني من وقت للتاني، بس معظم الوقت انا كنت فاضي. وبعدين في اوقات كنت بنتظم في الرياضه، وبعد كده نص نص فافضى وبلاقي نفسي ما فيش حاجه بعملها. اوقات باخد كورس مش عارف ايه واعمل حاجه كذا وكذا وكذا، بس ستيل بيجي وقت برضو وبفضى فيه. وببقى عندي برضو بارادوكس كده بتاع انه طب ما انا تعبت. انا مثلا قاعد في الجامعه، حتى اجازه نص سنه تبقى يعني مش قوي يعني. فانا قاعد في الجامعه بتاع 7 8 شهور مثلا، خلاص تعبت عايز اخد بريك. بس فلما بيجي بقى وقت البريك بعد مثلا اسبوع اسبوعين، بحس ان انا مش قادر خلاص، يعني هتجنن. القعده في البيت قاتله بالنسبه لي. وفي نفس الوقت فكره ان انا برضو ان انا انزل اعمل حاجه كل اسبوع، كانزل اقابل صحابي كل اسبوع، بتبقى مره مرتين بالكتير قوي. لكن اكتر من كده بزهق من الاكتيفيتي دي. وفي نفس الوقت ما بتحصلش قوي اكتر من كده. فلما كان دايما بيجي اي وقت بلاقي نفسي فاضي فيه، نفسيتي كانت بتتعب جدا. وده كان بيبقى بيرفلكت بقى ان انا بتعصب، ان انا خلي بيبقى ضايق قوي قوي قوي، ان انا ببقى متضايق يعني. مش هقول ان انا بيبقى عندي اكتئاب، لا، لان بيبقى في ناس عندها اكتئاب بجد، بس انا ببقى متضايق جدا. ببقى اللي هو عندي يعني حالة زهق مش طبيعية، ومخي بيفضل يشتغل بقى، يفضل يشتغل في كل حاجة، في علاقاتي مع الناس، في الكلام اللي انا بقوله، في حاجات كتير جدا جدا بتعمل لي مشاكل. من ساعة ما سافرت بقى اول ترم ده، طبعا يعني للي متابع الفيديوهات بتاعت وصلت هنا ازاي، آه، اول ترم كان مليان احداث، مليان احداث من مختلف الانواع. فانا ما حسيتش قوي بالاحساس ده بصراحه. والاحداث دي مهما كانت صعوبه حاجات فيها، بس هي سبحان الله يعني هي حاجات حصلت، وفي الاخر انا لما بوصلها دلوقتي هي كانت فتره صعبه جدا. بس الفتره الاصعب بالنسبه لي كانت لما كنت بلاقي نفسي فاضي، اللي هي كانت بعد كده. فبعد اول ترم ده، الترم التاني كان فاضي شويه، كان الدنيا هاديه شويه. فكنت ابتديت بقى اشتغل وبدور على شغل ثابت والكلام ده كله، ولقيت الشغل والكلام ده. المشكله بقى والحاجه اللي انا جاي اتكلم فيها النهارده، ان انا حتى بعد ما لقيت شغل، لقيت انه ايه ده، سبحان الله، انا مش مشغول في الشغل ده. يعني بغض النظر عن التفاصيل بتاعه الموضوع، بس الشغل ده ما كانش فولفيلينج خالص بالنسبه لي. يعني انا مخي مش قادر يبقى اوكيبايد بالشغل ده، لان هو ما كانش فيه تاسكات قوي والدنيا مش منظمه. ففي الاخر الاند برودكت كان انه انا مش مشغول، انا فاضي، انا دماغي فاضيه، وفي نفس الوقت عندي طاقه. و... وحتى وانا بشتغل انا مش مشغول كفايه بالشغل ده. وبعدين قلت طيب يمكن العيب في الشغل ده، فابتديت احاول اشغل نفسي بحاجات تانية، زي السفر، زي ان انا احاول العب رياضه، زي وزي وزي. بس في الاول وفي الاخر دايما كنت بوصل لنفس النقطه بتاعت انه انا ما ورايش حاجه. ودي حاجه بالنسبه للناس، انت بتشتكي من ايه، انت ايه الهبل ده؟ بس بالنسبه لي دي حاجه قاتله. ودي حاجه عشان كده انا ابتديت احس انه ربنا بيختبرني فيها. فكره انه ان انا دايما بلاقي نفسي بتحط في البوزيشن ده، مهما كان عدى وقت قد ايه، مهما كنت بمر في حاجات قد ايه، بس دايما دايما في كل فيز في حياتي لحد دلوقتي بوصل لنفس البوزيشن، انه انا مخي ودماغي فاضيه، وعندي مساحه فاضيه في حياتي. الفضا ده، الكونكلوجن اللي انا توصلت له يعني، ان هو اختبار من ربنا مستمر، عشان ربنا عارف انه انا في الوقت ده ببقى الاختبار الحقيقي لمخي وليا انا. هل انا هغلط؟ هل هبقى ناقم عن نعم ربنا؟ هل انا هبقى عامل ازاي في الوقت ده؟ هتصرف ازاي مع نفسي، وهتصرف ازاي مع اللي حواليا،
وهعمل ايه في حياتي؟ هل هستغل الوقت ده ولا هضيع الوقت ده وهيبقى وقت ضايع في حياتي هتحاسب عليه بعد كده، او هستغله بطريقه وحشه. انا حاليا بشتغل شغل تاني تمام غير الشغل الاولاني ده، عشان برضو يعني بغض النظر عن التفاصيل ممكن ابقى احكيها لكم في السلسله التانيه. بس اللي كمان اثبت لي قد ايه الموضوع ده حقيقي، المفروض ان الشغل التاني ده يبقى فعلا خلاص بقى، يعني خلاص بقى شغل بجد بقى، وهنعمل بقى تاسكات معينه وواحد اتنين تلاته ومش عارف ايه والكلام ده. برضو لا برضو بلاقي نفسي قاعد في اوقات كتير خلصت وما ورايش حاجه، وايفن بعد ما بلعب رياضه، ايفن بعد ما بعمل الاكتيفيتيز اللي ممكن تتعمل في النطاق اللي موجود حواليا، ستيل برضو انا عندي وقت فاضي وعندي مساحه. عشان كده ده كان يعني عشان كده انا وصلت للكونكلوجن ده، ان انا مهما عملت عشان ربنا عارف انه انا طول ما انا مشغول، فانا مخي زي ما نقول بيلعب على الايزي مود، يعني مخي مش بيحس ان هو بيمر بحاجه صعبه. مشغول بايه بقى بغض النظر مشغول بايه، بس ببقى مشغول فهو مخي بيبقى اوكيوبايد ومش متضايق، انا تمام. وبنسبه كبيره لما ببقى اوكيوبايد فعلا نفسيتي بتبقى كويسه. لكن كل ما بقى بوصل لمرحله الفضا دي، بحس انه فعلا ربنا بيقول لي هتعمل ايه؟ انت دلوقتي فاضي، انت دلوقتي عندك كذا يوم مثلا فاضيين، عندك عدد الساعات الفلانيه النهارده فاضيين، هتعمل ايه؟ ولحد دلوقتي بصراحه عشان ابقى صريح معاكم انا ما لقيتش حل واضح للموضوع ده. بحاول وبجتهد ان انا احاول الاقي حلول، حاجات كويسه اعملها في الاوقات الفاضيه اللي عندي، بس ابقى بكذب لو قلت ان انا لقيت الحل الامثل للموضوع ده، او ان انا خلاص عرفت اتصرف مع الموضوع ده ازاي. وارجع واقول برضو تاني، اوقات كتير في الاوقات اللي انا بلاقي نفسي فاضي فيها بلجأ للناس، بلجأ لاصحابي، بلجأ للناس ممكن اتكلم معاهم. بس زي ما قلت قبل كده يا جماعه البني ادمين اوفر ريتد. هينفعوك في اوقات كتير، ساعات ناس منهم لما تحتاجهم هتلاقيهم فعلا، بس sooner or later انت مع نفسك، بالذات لو انت عايش لوحدك. فهو مهما انا عملت ومهما لجأت لناس تانيين ستيل انا باند اب. ايوه اتصرف، هتعمل ايه؟ انت دلوقتي ما عندكش غير نفسك، هتتصرف ازاي؟ الصراحة يعني برضو عشان ننهي الفيديو ببصة ايجابية، نص كوباية المليان انه انا عارف ان في مشكلة، ودي حاجة مهمة. يعني اول خطوة ان انا اعرف ان في مشكلة، وبعد كده ان انا احاول ابتدي اشوف ايه اللي ممكن يتعمل علشان احلها. كده كده المشكله مش هتتحل من يوم وليله، ولا حتى من يعني ملهاش مده معينه، مش ان انا لو قعدت مثلا شهر بعمل الحاجه الفلانيه فكده مشكلتي اتحلت. كل حد فينا عنده حاجه زي كرونيك، او حاجه زي عيب دائم كده في شخصيته، او حاجه كل ما بتحصل بتضايقه، او حاجه في حياته هيفضل محتاج يتعامل معاها طول حياته بغض النظر ايه هي. فالحاجه دي مهما انت حاولت، اللي هو دلوقتي انا عارف اتعامل معاها، في وقت من الاوقات مش هتعرف تتعامل معاها. فهي القصه مش انه حل يعني مباشر وخلاص. عشان كده انا برضو مش قادر اقول لكم ان انا لقيت حل فعلا. ساعات الموضوع بيبقى احسن من ساعات تانية، ساعات بيبقى خلاص انا عندي الويل ان انا انزل العب رياضه مثلا، او عندي الويل ان انا اطبخ، فالطبيخ ده بيضيع وقت وبيحسسني برضو بالبرودكتيفيتي ان انا عملت حاجه كويسه. آه، بقالي كتير جدا جدا مثلا ما قريتش اي كتاب وانا في مصر، دي كانت حاجه مهمه جدا بالنسبه لي. يعني انا يعني قعدت فتره طويله في مصر، كنت على طول بقرا كتب. يعني حتى المسلسلات اللي انا كنت بتفرج عليها كتير جدا جدا طول حياتي، دلوقتي برضو وصلت لمرحله انه خلاص تقريبا المسلسلات الحلوه اللي انا بحبها او اللي انا احب اتابعها مش موجوده. فدايما لازم هتضطر مع مشكلتك اللي هي الابديه او الازليه اللي احنا قلنا عليها، لازم هتضطر تجيت كرييتيف. كل شويه لازم تدور على حلول مختلفه، حلول انت ما عملتهاش قبل كده، حلول محتاجه منك مجهود زياده عن المجهود اللي انت عملته قبل كده. وطبعا الاختبار من ربنا بيبقى انت هتتصرف ازاي مع الحاجه دي، وهتتصرف ازاي لما تحس بالاحساس الوحش ده لما الحاجه دي تحصل لك. عشان كده انا توصلت للكونكلوجن ان كل ده اختبار من ربنا. طبعا هو ربنا بيختبرنا في حاجات كتير، بس كل حد فينا عنده حاجه معينه زي نقطة ضعف معينة لو حصلت له فبتطلع حاجات وحشة فيه. مش لازم تكون بتطلع أسوأ ما فيه، بس بتطلع منه تصرفات وحشة وتفكير وحش وحاجة هو ما يحبهاش في نفسه. دي حاجة موجودة عندنا كلنا.
وظيفتنا بقى ان احنا اولا ناكنولج انه انا عندي العيب الفلاني، لما بيحصل لي او لما بتحط في الموقف الفلاني بتصرف بالطريقه الفلانيه اللي هي مش كويس، او بفكر بالطريقه الفلانيه اللي هي مش كويس. وبعد ما خلاص احنا عرفنا ان ده موجود، نحاول بقى نسعى ان احنا نحل ده. مش هيتحل زي ما قلت في يوم وليله، ومحتاج مجهود كبير جدا جدا جدا، بس قدام ربنا يبقى اسمك بتحاول، وقدام نفسك ما تبقاش انت زي عبد للظروف اللي بتحصل حواليك، او ما تبقاش ضحيه. تقرر انه لا، انا هحاول اخد اكشن، هحاول انا اللي اتيك كنترول اوف اللي بيحصل في حياتي. ان انا مهما حصل لي ظروف صعبه، ومهما حصلت لي الحاجه المعينه دي اللي لما بتحصل بتحسسني بالضعف، وبتحسسني ان انا عايز اعمل حاجات مش كويسه، او افكر في حاجات مش كويسه، او ايا كان، مهما الحاجه دي حصلت لي انا ستيل هفضل ثابت على التفكير الستيبل بتاعي. هفضل ثابت على حالتي اللي انا متعود عليها لما الدنيا بتبقى كويسه. ابقى زي ما انا لما الدنيا تبقى كويسه، ولما الدنيا كمان ما تبقاش كويسه. هو ده الاختبار الحقيقي. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. يعني مش عارف الفيديو هيطلع طويل ولا قصير. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للشانل لو عجبكم الفيديو. يعني الفيديوهات دي بتبقى زي ما قلت هدفها ان الواحد بيطلع اللي جواه في حاجة معينة. يمكن حد يبقى عنده نفس الإحساس أو يمكن لأ، بس يعني أنا بعتبر إن اليوتيوب ده حرية بالنسبة لي، إن أنا أتكلم براحتي، وإن أنا أتكلم في أي حاجة أنا عايز أتكلم فيها. فبستغل هذه الحرية بكل صراحة يعني. وأتمنى يعني يكون الفيديوهات عجباكم عامة بتاعة الشانل كلها، ويكون الفيديو ده يمكن أثر في حد أو عمل فرق مع حد. يعني حاجة هتبقى حاجة تبسطني، لو لأ فتمام برضه مفيش مشكلة يعني. خلي بالكم من نفسكم، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.